السلام عليكم. بصوا يا جماعه، انا جايه احذركم من مصيبه ممكن نقع كلنا فيها بحسن نيه. دي اللي حصلت بقى لاختنا صاحبه الكوافير. ده الموضوع يجي من ايه بقى؟ من بلاغ وصل لاسم بولاء الدكرور. اسم البلاغ اللي وصل فيه ان ست رمت نفسها من تالت دور وفي المستشفى وفي حاله صعبه وكسور ومش عارف ايه، رميه نفسها من تالت دور بقى. احكي لكم الحكايه. الست دي ساكنه في الجيزه. امها عندها شقه في الشيخ زايد، فامها عايزه تبيع الشقه. الست دي صاحبه كوافير، راحت بحسن نيه منزله اعلان على الصفحات اللي بتبقى على النت، اللي هي احنا ممكن نبيع عليها حاجات. الاعلانات دي بتبقى نازله وكلنا بنشوفها. اللي عايز يبيع شقه، اللي عايز يبيع فيلا، اللي عايز يبيع ارض، اللي عايز يبيع عربيه. انا مش هشكك في الناس دي، بس في وسط الناس الكويسه ناس زباله. فحظها وقعت في واحد من الناس الزباله. راح بعت لها على ان الشقه اللي حضرتها بعرضها للبيع هو ممكن يجيب ليها مشتري، وهو سمسار. قامت راحت رد عليه، قالت له انا ما بدفعش سمسره. قال لها حضرتك انا هاخد السمسره بتاعتي والعموله بتاعتي من العميل التاني اللي هيشتري يعني. فحضرتك تقولي لي انت طالبه فيها كام؟ قالت له انا طالبه فيها قد كده. قال لها طب ماشي حاضر، انت ليكي الفلوس اللي انت طلبتيها تاخديها، لكن الباقي بقى ده حقي انا. قالت له ماشي مفيش اي مشاكل. طب حضرتك اسمحي لي بس ابعتي لي صور للشقه، ابعتي لي فيديو للشقه. حاضر. بعتت له صور للشقه والكلام ده كله. كل ده لغايه دلوقتي 100 فل و10. دنيا حلوه اهي، دنيا حلوه اهي، واي حد ممكن يتحط في الموقف ده. بعد كده بقى عمل ايه؟ راح متصل بيها تاني، حضرتك انا لقيت المشتري، ممكن حضرتك تيجي تقعدي معاه في المكتب عندي، هو فاتح مكتب سمسرة. تقعدي معاه في المكتب وتتفقوا، والفلوس بتاعتك اللي احنا متفقين عليها انا موافق عليها وهو وافق، بس اتفقوا مع بعض سوا. تتفضلي حضرتك عندي في المكتب. قالت له حاضر. برضو ده ممكن اي حد يقع في نفس الموقف، وبمنتهى الثقة وحسن النية ده. حاضر يا فندم. فرح ايه؟ قال لها حضرتك فين؟ قالت له انا في الجيزة. قال لها خلاص يا فندم، انا ساكن في بولاق، انا ممكن اعدي عليكي بالعربية واخدك في سكتي. حاضر. دي بقى هنا بقى جينا الاول غلطة. عدى عليها وراحت رايحة راكبة معاه العربية. ادي ايه؟ تاني غلطة. راحت معاه، ركبت معاه العربية، هي بتقول عربية نبيتي وبلغت عنها. المهم ركبت معاه، راح ماشي بيها وراح عند العمارة. فهي ايه؟ اطمأن بقى قلبها وهديت لما شافت حتة شافطة مكتوبة على العمارة ان هنا في مكتب سمسرة. حست ان هي الدنيا كده تمام، وقلبها اطمن وان هي السكة كده ماشية معاها صح. وراحت طالعة الايه؟ طلعت المكتب معاه. دخلت الشقة، ما لقتش في الشقة حد. ما تصوتش، ما تخرجش، ما تتلككش بأي حاجة. لا، دخلت الشقة. برضه هنقول نفترض حسن النية ان هي توقعت ان يكون في حد جوه في مكان تاني، وده فعلا اللي حصل. بس اللي كانوا موجودين بقى ايه؟ 3 اصحابه عازمهم على حفلة على الاخت دي. تو ما دخلوا الباب اتقفل، المطوة طلعت، فتح المطوة عليها. هقطع وشك لو سمعت صوتك، هقطع لك وشك لو بقك ده نطق بكلمة. وكتف وحط على البق بقى حاجة بقى وقفل بقها. وتناوبوا الاعتداء عليها لمدة يومين، مكتفينها وقافلين بقها وبيعتدوا عليها. ويخرجوا يروحوا يجيبوا حاجة ويرجعوا عايشين 100 فل و10 وهي متربطة. يعني عشان حظها بقى برضه نقول ان هو كويس، ان هي قدرت تفك الرابطه بتاعتها ديت. وراحت تجري على باب الشقه تفتحه، لقيته مقفول من جوه. خافت تصوت او اي حاجه لا يكونوا قريبين من المكان ويبقى كده هي جابت اجلها. راحت طالعه تجري على البلكونه، وبدون اي تفكير ولا اي حاجه نطت من البلكونه من الدور الثالث، من تاني بلكونه من دور التالت. بصوا، هي لو كانت تروضت لحظة واحدة
بس الموضوع ده كان خارج عن إرادتها طبعًا، لإن هي كانت بتتصرّف تحت ضغط وتحت لا وعي إن هي نطِّت جري. هي لو كانت وقفت في البلكونة ورقعت بالصوت، ده أنتِ في بولاق، في بولاق مصنع الرجالة، مصنع الرجالة. مش معنى إن أنتِ وقعتِ في واحد واطي يبقى نحُط الناس كلّها في مكان واحد، لأ، ده أنتِ لو رقعتِ بالصوت كانوا طلعوا وشالوا العمارة ورموها في حتّة تانية، مش طلعوا كسّروا الباب بس وطلّعوكِ. المهم راحت رامية نفسها من الدور التالت، والبلاغ وصل للقسم، وده اللي حصل. بُصّوا يا جماعة، أول حاجة الأخت لمّا حطّت الإعلان هي ما غلطتش في كده، لإن كل الناس بتعمل كده. لكن عشان تروح مكان زي ده لوحدها، ده أنتِ غلطتِ غلط كبير أوي، أوي، غلطتِ غلط كبير أوي. كان لازم يروح معاكِ في وقت زي دوّة أي حد محرم، أخوكِ بقى، أبوكِ، جوزِك، قرايبِك، ناس تثقي فيهم كانوا راحوا معاكِ المشوار ده. طب تخيّلي كده إن هو لو كنتِ أنتِ ما رميتيش نفسِك في البلكونة من البلكونة كده، وبعد ما أنتِ عرفتِ رقم تليفونه وعرفتِ شكله شخصيًا، كان إيه اللي ممكن يحصل لِك؟ أكيد بعد كل الحفلات دي كلها وبعد ما يزهقوا من الحفلات كانوا لازم يتخلصوا منِّك. بس أنتِ ليكِ عُمر، ربنا كاتب لِك عُمر، ساعتها أكيد كانوا هيتخلصوا منِّك عشان ما ترشديش عنهم. يا عالِم بقى إيه اللي كان ممكن يحصل، غير إن هُم كتّبوكِ شيكات، الشيكات اللي كانت موجودة معاها في الشنطة، طلّع الشيكات، امضي يا بت، امضي يا بت، امضي يا بت، مضت على شيكات. كل الكلام ده مش مشكلة، كل الكلام ده الحكومة هترجّعه. بس أنا باقول يا جماعة خلّوا الفيديو ده لو سمحتوا يلِف الدنيا كلّها عشان ما حدّش يُقع في الغلطة دي. ولو عايزة تعملي حاجة زي كده وهتروحي مكان أنتِ ما تعلميش إيه اللي بيه، اوعي تروحي لوحدِك. اوعي تروحي لوحدِك، وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. والحمد لله على سلامتِك، وقلبي عندِك والله، أنا قلبي وجعني من مجرد ما سمعت الموضوع ده، قلبي وجعني، وربنا يسترها علينا جميعًا يا رب. الله يبارك لكم، الفيديو ده يلِف عشان يبقى موعظة لغيرها وغيرها، كلنا نتعظ من الموضوع دوّة. سلام عليكم.